ننقل القضية لا تقول لي الوقت انتهى. طيب. مرة أب ابنه ذهب واعتنق قضية أخرى بغض النظر عن التفاصيل. جلست مع الابن، طبعا هو نقل لي الصورة، الابن يعني كأنه وحش كاسر ضاري، يعني خوف. أنا خفت أنا خفت، هو متعود على الأمور. جلست مع هذا الطفل شاب طبعا وصعب، يعني ابتعد عن أبوه ممكن 10 سنوات، رجل مسكين بسيط. اكتشفت فيما بعد أنه رجل هرب من عنف أبيه. الأب جلاد مع مرتبة الشرف، لو فرعون موجود كان تبرأ منه. أعدنا المياه لمجاريها وجيت للأب نصحت، قلت له ترى القضية أنت لك شوية دور فيها، لا هي المدرسة ولا اليوتيوب ولا شيء. فسألني كيف؟ قلت له أنت يعني عنيف شوية، ما هو كثير كثير، أنا بس بخفف القضية. قلت له أنت عنيف شوي مع ولدك، شو ما صار. شو الكلام اللي تقوله؟ شو الكلام؟ قال أنا أبوي كان يبلح جلدي من الصباح لليل وهذا أنا قدامك، رجال ابن رجال. زين، قلت له خلنا متعلم هو. قلت له الآن في دراسات علمية أنا مستعد أعطيك أنه عنف الآباء يساهم في انحراف الأبناء العقدي. نظرية بول فيتس عالم نفس معروف اسمها إيمان فاقد الأب، وذكر هالقضية تحديدا. شنو جواب؟ حسبك شنو جواب؟ قال شو تقول يعني أنا مريض نفسي؟ شو جواب؟ لا ولدك مريض نفسي، بس أنا اقتنعت إنك أنت المريض نفسي وأنت تحتاج علاج. لا، إذا الأب مو مقتنع أنه هو السبب أو الأم أو الأسرة، طبيعي ما بتتغير البنت، لأن الواقع ما تغير. فلذلك لابد أن نغير الواقع قبل أن نبدأ في هذه النقاشات. وأنا على هذا طيب. أنا جلست حتى مع كثير ممن ينظر لها في المجتمع أنها مو ملحدة فقط، أنها كسرت كل الخطوط الحمراء، أجدها متدينة من داخل، فقط عندها مشكلة مع واقع مرير هو الذي دفعها لهذا الجانب. هذه تجربة شخصية، قد أكون مخطئ، لكن